البشاريين والشكرية. قبائل البني عامر من أقدم الأجناس العربية التي تركت مضاربها بجزيرة العرب قبل الإسلام بقرون عديدة إلى العضوة الغربية من تلال البحر الأحمر بأفريقيا. وكانت هذه المجموعات العربية في القدم تحت رعاية الكوشيين في النيل كما يذكر المؤرخون المحدثون، ومن ثم تكاثروا والتحمت بهم المنطقة الواقعة بين نيل مصر وبحر القلزم، فانسلخوا من رعاية كوش وكونوا ممالك عرفت بممالك البجا. البنو عامر أقدم الشعوب التي هاجرت إلى أفريقيا، ويوجدون في السودان الشرقي وفي أواسط السودان وفي تونس والجزائر والمغرب وفي غيرها من المناطق. يرعون الإبل والأغنام والماشية وأحيانا الأبغار، ويمتدون في ولاية البحر الأحمر وولاية كسلة وأجزاء من ولاية نهر النيل، وأيضا في تخوم إريتريا وأثيوبيا وفي الأجزاء الجنوبية من جمهورية مصر العربية. ويتميزون بثقافة قديمة خاصة بهم. وقد عرفت أرض البجا والبني عامر قديما بأرض المعدن والذهب، لما كان فيها من مناجم في جبالها أغرت الملوك بنهبها أو التعامل التجاري معها. منجم يمكن الرئاسة الأخيرة أنتج ودعم الاقتصاد الوطني، يمكن من المناجم القديمة يقال إنه ده المنجم اللي استخرجت منه الذهب الصنع به التمثال بتاع توت عنخ آمون، ويعني هو تمثال غني ومعروف يعني تاريخيا في الآثار المصرية. وبالتالي حتى المنطقة الشمالية جبهة المعادن كان الفراعنة كان بينقبوا في الذهب، عشان كده عشان لما يجوا غزو كان بيستعينوا بقبائل البجا، كان في حلف بيناتهم بزعامة ملك البجا والباب اللي هو يقال عليه علي الباب أو علي بابا. الملك أولباب كان ملكا لقبائل البجا في القرن الثالث عشر، وكان من البلو، والبلو قبيلة من عامر وجدهم عامر، وسمرة بن كامل العامري الذي يعود إليه فضل نشر الإسلام ووحدة العروبة في وادي النيل. كانت حدودهم تمتد من العذاب شمالا حتى المرتفعات الأثيوبية جنوبا، ومن شرق النيل غربا حتى سواحل البحر الأحمر إلى مسوع شرقا. تعد البنو عامر من القبائل التي أسلمت قديما برسالة الدين، فقد وجدت آثار قبورهم في حدود مملكة سواكن البلوية، حيث وجدت قبور إسلامية يرجع تاريخها إلى القرن الأول الهجري. كما أن حب بني عامر للإسلام أدى إلى طاعتهم وولائهم إلى مملكة سنار عند ظهورها في السودان، فكونوا مملكة في الصحراء الشرقية سميت مملكة البني عامر، التي ضمت إليها كل مجموعات البجا عدا قبيلة الحلنجة التي كانت لها مملكة حول التاكا. ويعتبر الباحثون أن أقدم شعب بجاوي أصيل هم قبيلة لبت. البطون الفضلة من البجا القدام قبيلة اسمها اللبط بين البني عامر، هم يتكلموا اللغة البجاوية، وتكاد تكون هسه قبيلة صغيرة لكن كان لها تاريخها ومحاربينها. وفي بعض القبائل نزحت يعني في داخل السودان لغاية تسمع في منطقة النيل الأبيض ترعة البجا، هذه قبائل نزحت وقبائل تزاوجت وخشت بطون منها في نهر عتبة. وهم يمتلكون الكثير من الخيول العربية الأصيلة،
ولا زالت توجد عند الكثيرين من أفرادها يعطونها الرعاية والاهتمام، يشاركون بها في المناسبات الاجتماعية وفي السباقات. والخيول دابة خاصة بالحرب والغزوات، كان البنو عامر يمتلكونها في أعداد كبيرة. وتاريخهم عظيم في حماية البلاد، في حماية مضاربهم وأراضيهم ووطنهم، وهم يملكون حتى اليوم السيوف السنارية القديمة التي توارثوها أبا عن جد، كما عرفوا صناعة السيوف الأفرنجية وطرقها وفنياتها، ولا زالوا يعملون في صناعة السيوف. السنارية القديمة التي توارثوها أبا عن جد، كما عرفوا صناعة السيوف الأفرنجية وطرقها وفنياتها، ولا زالوا يعملون في صناعة السيوف. وللموسيقى والغناء دور كبير في تشكيل ثقافة ورؤى البجع عموما، والبني عامر كجزء منهم. والتمثيل المعروف ده هو ده معناها ده حسهم. طبعا الموسيقيين هم اللي بيعملوا العمليه دي، لكن القبيله بتتبناه، يعني هو ده اللي بيعبر بيه عن ذاتهم، عنهم، عن احاسيسهم، عن اشياء، وغالبا ما يتكلم عن اشياء بتخصهم تاريخيا وعن ارضهم وعن كده. بعدين يحفظوا هم اللحن ده ويحفظوا التوتير، بيبقى خلاص زي حقهم. فللبني عامر تراث زاخر وعظيم بالفن والإبداع، وقصص تتناولها الأجيال جيلا بعد جيل. ولبني عامر قبيلة منظمة مرتبة، لها نظام أهلي للإدارة قديم ضارب في القدم. فالنظام الأهلي في هذه القبيلة عتيق جدا إلى الحد الذي يعتبر أن الحكم الأهلي عند البني عامر هو أقدم حكم في قبائل الشرق، لأنهم بحكم أنهم كانوا أمراء وملوك البجة في العصور القديمة أمثال الباب البلوي
وسكنون ابن عبد العزيز، وسمرة ابن مالك الحدربي، وسمرة ابن كامل العامري. هؤلاء كانوا قادة القبائل العربية امتلأت بهم الساحة بين النيل والبحر الأحمر، فبحكم قيادتهم لهذه البلاد كانت قيادة البني عامر وحكم البني عامر.